نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين من النار. ثم أما بعد، أيها الناس، فسبحان الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين. سبحانك لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا إله إلا أنت. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، أيها الناس، لقد كان شهر رمضان ميدانا للأعمال الصالحة، ميدانا لمن يحب الخير، لمن يحب الصلاة والصيام. كان رمضان أيها الناس ميدانا للمتنافسون، يتنافسون على طاعة الله عز وجل، يتسابقون إلى الخير. كرمضان أيها الناس يروض النفوس، كان رمضان أيها الناس يروض النفوس على طاعة الله عز وجل. أيضا مما يكون عليه المسلم في رمضان أن يرفع نفسه عن الأخلاق الذميمة. لقد كنا في رمضان كالملائكة، كانت النفوس فيه سكينة وساكنة، تحب الخير وتكره الشر. إن هذا الشهر المبارك الذي مضى على أهل الإسلام شهر تروضت فيه النفوس على طاعة الله عز وجل، ولا يشعر المسلم بهذا الشهر المبارك إلا وكأنه رجل من أهل الخير، رجل يحب الخير ويكره الشر. لكن المشكلة أيها الناس أن كثيرا من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى في رمضان ويعملون الصالحات، يصومون ويقومون الليل ويصلون التراويح، وأيضا يتركون كثيرا من المخالفات. لكنه إذا خرج رمضان عاود على ما كان عليه ورجع على ما كان عليه. وإن هذه جناية مخزية أيها الناس، جناية مخزية على النفس أن يعود الإنسان وأن ينقض ما عقد في هذا الشهر الكريم المبارك. إن هذا الأمر عباد الله ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه فيه، وألا يعود على ما كان عليه بعد رمضان، على ما كان عليه في المخالفات الشرعية. أيها الناس عباد الله، إن الإنسان عليه ألا يغتر في هذه الحياة الدنيا، لا يغتر بما فيه من الصحة والعافية والشباب والقوة، فما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. إن الصحة عباد الله يلحقها السقم، والشباب يلحقه الهرم، والقوة يلحقها الضعف. وإن
إن من علامات قبول رمضان هو الثبات على العمل الصالح بعد رمضان، فيجب أن تستمر النفس على سبيل الهدى كما كانت في رمضان. فطاعة الله سبحانه لا تتحدد بزمن، وعبادة الرب سبحانه وتعالى يجب ألا تكون قاصرة في رمضان. أيها الناس عباد الله، إذا انقضى هذا الشهر المبارك فبين أيدينا مواسم أخرى، مواسم طوال السنة، فالصلوات الخمس من أعظم الأعمال بعد التوحيد، فليحافظ عليها الإنسان. فإذا أبرم عهدا مع الله عز وجل في شهر رمضان فلا ينقضه في شوال، فليحافظ على الصلوات الخمس بأن يعقد العزم إن حافظ عليها في شهر رمضان أن يستمر عليها بعد ذلك. وهناك أيضا عباد الله إذا انقضى شهر رمضان في صيامه هناك الست من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها من الأعمال الأخرى من أعمال الصيام. ولا انتهى القيام عباد الله، إن انتهت التراويح وإن انتهت صلاة القيام فهناك القيام المشروع، فلا يعجز الإنسان أن يجاهد نفسه على 3 ركعات يصليها بعد صلاة العشاء. إن انتهت الصدقة عباد الله، إن انتهت الصدقة في رمضان هناك أبواب التطوع كثيرة جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلم، إذا أردت المداومة على العمل الصالح فعليك أولا أن تعزم عزيمة صادقة على لزوم العمل والدوام عليه أيا كانت أحواله، وهذا يتطلب من المسلم أن يترك العجز وأن يترك الكسل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، وذلك لعظيم الضرر الذي يترتب على هذين الأمرين، فاستعن بالله ولا تعجز. ثانيا أيها المسلم، عليك أن تقتصد في أعمالك، القسط تبلغه، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، متفق عليه. ثالثا لا يحصل لمن داوم على العمل الصالح أن يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثالثا أو رابعا، انظر أيها المسلم، انظر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل مع الأعمال الصالحة. فها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مرض أو سافر ترك صلاة الوتر، صلى من النهار 12 ركعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر ويصليها 11 ركعة، فإذا عرض له عارض من مرض أو سفر صلى من النهار 12 ركعة. وكذلك حال أصحابه عليه الصلاة والسلام، كذلك حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا لا يتركون العمل الصالح في كثير من الأحوال، بل في الأحوال الشديدة. فهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه هو وفاطمة رضي الله تعالى عنها، فجلس بينهما عليه الصلاة والسلام فعلم